السلام عليكم إخوان الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة إن شاء الله. اليوم غنشارك معكم هاد البيتزا الاقتصادية غير مكلفة. كيفاش شوفوا كيفاش كتجي ساهلة ماهلة، غير بالفرماج والطون والزيتون ولاصوص الطوماط. هنا كناخدو بدقيق القمح، كتجي صحية. دقيق ديال القمح، وخديت كيلو ديال دقيق القمح بالنخاله ديالو، نص كيلو ديال الدقيق الرطب، ومعلقه ديال الخميره ديال الخبز، ومعلقه ونص ديال السنيده، والملحه حسب الذوق، و 4 كاس ديال زيت الزيتون. المهم كناخدو الماء دافي وكنعجنو هاد البيتزا كيف ما شفتوا. كنعجنوها وكنخليها تخمر. هنا غطيتها وخليتها تخمر. كندوز لاصوص ديالي اللي كنحضر. كناخد فيه 3 المطيشات، 2 بطاطات موين، واحد الخيزوه وحده. ايوا كنقيهم وكنقطعهم على هذا الشكل اللي كتشوفوا، وكنديرهم يطيبوا حتى كينشفوا، ما كتبقاش فيهم لاصوص بزاف. وكنطحنهم في لاهاشوار. هانتوما شوفوا ملي طحنتهم كيفاش ولاو. هذا هو لاصوص ديال البيتزا، ها هو كتجي خاسره وغزاله. هنا كندوز العجينه، راني قطعتها خمرات وداكشي وترخفات. قطعتها على 4 خبيزات كيف ما كتشوفوا. هنا خديت الدلاك وكنطلقهم بالدلاك مزيان حتى كيطلقوا. وهنا راه درت سميتو المقله حدايا ثقيله اللي كنقولوا ليها ديال الوجده. هنا كنغمسوا هاد البروصه، هذه جديده ديال كنتقب بها البيتزا، خاصه بالبيتزا. دايره المقله كتسخن وكنطيب، كنقرص وكنطيب في نفس الوقت. هنا كنقلبها حتى كتولي رقيقه، وكنطلقها بالدلاك كيف ما شفتوا. وكنغطس هاد البروصه في الدقيق، شوفوا، وكنتقب بها البيتزا العجينه، كنتقب بها العجينه. المهم ملي كنرميها في المقله وكطيب على ديك الجهه التحتانيه، كيف ما كنحطها في المقله كنعاود نثقب الجهه الاخرى اللي من التحت، كنثقبها بالبروصه باش كتجي كلها مثقبه من جوج جوايه، حيت لان دوك التقابي ديال البروصه كيكونوا صغار تقدر تنفخ لينا العجينه. هنا عاوتاني كنطلق العجينه بالدلاك كيف ما شفتوا، حتى كندوز ديك العجينه اللي عندي كامله. ها هي كنطلقها بالدلاك وكنغطس في البروصه في الطحين وكنثقب العجينه. هذه راه كتجي ساهله وكتجي صحيه، وبيتزا بدقيق القمح بالنخاله ديالو، ماشي بالفينو، راها بالدقيق القمح الصحي، دقيق الكامل كيف ما كنقولوا. ها هما كيف ما كتشوفوا، شوفوا الطياب ديالها كيفاش كيجي. هنا كنبقى حتى كندوز هاد الخبزات ب4. المهم كنطلقها بالدلاك حتى كتطلق مزيان، وكندوزها كيفما شفتوا بالبروصه، كنثقبها بالبروصه بالمشطه ديال الشعر، ولكن المشطه هذه جديده كنخدموا بها، كتكون باقا جديده ما نقيه مزيانه كيف ما شفتوا. ها هي شوفوا الطياب كتجي مثقبه من هاد الجهه ومن هاد الجهه. هنا شوفوا هما طابوا ب4، شوفوا الطياب ديالهم طيبتهم مزيان، كيعجبوني انا يكونوا محمرين هكا. وهنا راني ساليت الطياب ديالهم. دابا غندوزو لاصوص، غنلقاوه برد وغندهنو هاد، تنديرهم في اللاطه وكندهنهم. انا كندهنهم بالصوص ديال المطيشه كامله من الجناب، حيت الا خليت هاد الجناب ما دهنتهمش مزيان تعرف كيحيدوهم. اللهم كندهنها كامله من القناه ديالها كاملين، ما كنخليش كاع حتى بلاصه عريانه.
كاين اللي كيخلي ليها الجناب، ودوك الجناب انا ملي كنخليهم تيحيدوهم، كيبقاو يحيدوا فيهم. اللهم كندهنها مزيان من جنابها. وهنا كنزوقها بفرماج مربع، شديته قطعته على 4 وزوقت به، والطون والزيتون حيت ليه العظم وقطعته صافي وزوقت به. هادشي اللي حاضر عندك كتقضي به، بدون فلفل، بدون اي حاجه اخرى، مع بريري ديال اتاي بالشيبه. كتشوفوا كيفاش مكشكش على حقه وطريقه، تهزي يدك الفوق تيدير الرزه. هذا اتاي بالرزه بالشيبه. وها البيتزا ديالنا ها هي وجدات، طابت، دخلتها الفران وطابت. هي قول راها طيبه، غير كندخلها غير الوجه الفوقاني منه العافيه. انا طيبتها في الفران ديال الضو. شوفوا كيفاش كتجي رطبه وغزاله. شوفوا مع كاس ديال اتاي بالشيبه، تبارك الله ما شاء الله. والبنات اللي يلا كيشوفوا القناه ديالي يوميات مغربيه وجزائري، ما تنساوش تابوناو عندي وديروا لي جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم اي جديد، وبارطاجيو في الفيسبوك، في الانستغرام، في الواتساب مع الاصدقاء والاهل والاحباب ديالكم. مع السلامه والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله. باي باي.